لو انت اب او ام وعندكم اطفال فطبيعي لازم هتتعرضوا للمشكله اللي احنا هنتكلم عليها النهارده دي، فيا ريت تركزوا معانا في الحلقه دي كويس جدا عشان اقول كلام من الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا الدكتور اسلام سعيد، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. النهارده عايز اكلمكم على مشكله مفيش طفل ما بيتعرض لهاش، وهي مشكله السخونيه. مفيش طفل على مدار طفولته ما بيسخنش. مفيش كده اب او ام ما بيحصلهمش ان هو الساعه 2 3 الفجر كده نلاقي الطفل سخن مولع ونقوم نتوتر ومش عارفين نعمل ايه ونجري على الاستقبال او على اي مستشفى علشان نشوف ايه القصه دي. فاحنا عايزين النهارده نكلمكم على مشكله السخونيه وازاي نسعف الطفل بسرعه، على ما الصبح ان شاء الله نبقى نروح لدكتور او نروح لمستشفى نشوف حل مشكله السخونيه دي. فركزوا معانا في الكلام اللي هنقوله. اول حاجه عايز اكلمكم عليها النهارده هي اسباب السخونيه. ايه سبب السخونيه؟ طبعا اسباب السخونيه كتيره جدا. ما تعرفش الطفل ده عنده سخونيه عشان هو عنده التهاب في اللوز، ولا التهاب في ودانه، ولا التهاب شعبي، ولا التهابات نزله معويه، ولا مسالك بوليه، ده التهاب فيروسي ولا التهاب بكتيري. حاجات كتيره جدا، وده مش دورك في البيت ان انت تشخصه، ده دور الدكتور. يعني انت مش هتقدر تفصل ايه سبب السخونيه، ومش ده موضوعنا خالص. يعني احنا دلوقتي عايزين نشوف السخونيه نفسها كمشكله كعرض نتعامل معاه، عشان هو ده الحاجه الخطيره دلوقتي. طيب تاني حاجه عايز اكلمكم عليها هي ازاي اعرف ان الطفل ده عنده سخونيه. طبيعي الام بتحس ان الطفل دافي، فلازم احنا في البيت ما دام عندنا اطفال او حتى كبار لازم يبقى عندنا ترمومتر في البيت. وطبعا لازم الترمومتر ده يكون ترمومتر ديجيتال. خلاص الترمومتر الزئبقي ده ما يبقاش موجود في اي بيت، لان ماده الزئبق دي لو الترمومتر اتكسر دي ماده سامه. فخلاص الدبليو اتش او قالت مفيش ترمومتر زئبقي في البيوت، ده في المستشفيات فقط. تمام. طيب هي درجه الحراره الطبيعيه كام؟ درجه الحراره الطبيعيه من 36 ونص ل 37 و7 من عشرة. طيب احنا الترمومتر ده هنحطه فين؟ لو الترمومتر ده بتاع شخص واحد لوحده المفروض بنحطه في بقه وخلاص وناخد قرايه الترمومتر من كده. الكلام ده مش بنعمله طبعا عشان الترمومتر عاده في البيت بيستخدم لاكثر من شخص، وبنبقى خايفين على قصه التعقيم وكده، فاحنا بنستخدمه تحت الابط. يعني احنا بنجيب الترمومتر الحته المعدن دي بنحطها تحت الابط كده، ونزود نص درجه على القرايه اللي هتظهر. يعني سي ان انا حطيت الترمومتر تحت باط الطفل وطلعت لقيت القرايه 38، يبقى كده درجه الحراره كام؟ 38 ونص. بنزود 5 شرط اللي هي نص درجه. تمام. واعرف اقيس كده درجه حراره الطفل، وده يعني من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تكون متوفره في اي بيت. تمام كده انا قدرت اشخص ان الطفل ده فعلا عنده سخونيه ودرجه حرارته كذا. تمام. طيب احنا دلوقتي اتاكدنا ان الطفل ده عنده سخونيه، خلاص ايه اول حاجه اعملها او اجري عليها عشان انزل السخونيه دي؟ اول حاجه بعملها ان انا اجري على الميه، ما اجريش على اللبوسه ولا اجري على الدواء، لا انا اجري على الميه. يعني ايه اجري على الميه؟ هنجيب طبق ونملاه ميه او البانيو او الحوض، تمام، ونقلع الطفل خالص ونحطه في الميه، نحط نص جسمه كده لحد مثلا صدره او سرته في الميه. خلاص. وهحط الطفل في الميه دي مثلا 10 دقايق، هلاقي ان الميه دي سخنت وشربت حراره من الطفل. هبدا اغير الميه دي كل 10 دقايق لحد ما الحراره تنزل طبيعي. طيب هتسالوني سؤال، هي الميه دي ميه ايه؟ يعني ميه ساقعه ولا ميه حنفيه؟ والله لو احنا في الصيف هتبقى ميه حنفيه. طب لو احنا في الشتاء بقى في شهر واحد كده والجو تلج هتبقى ميه يعني فتره دافيه سنه كده عشان الطفل يستحملها. تمام. طيب هنكرر الحركه دي مرتين ثلاثه، ان انا كل 10 دقائق بغير الميه لحد ما الطفل يرجع لدرجه الحراره الطبيعيه، وبعد كده نبدا نفكر في قصه ايه الادويه. او في الناس اللي بتحب الكمادات. طيب الكمادات دي فين الاماكن الصح بتاعتها؟ مش على الراس بقى زي ما الناس مشهور عندها كده، لا احنا بنحط الكمادات دي يا اما عند تحت الباط كده، او عند الرقبه، او عند الفخذ. دي اماكن الشرايين الرئيسيه اللي انا محتاج اوصل درجه الحراره بتاعتها تنزل. خلاص، لان هي دي درجه الحراره بتاع الجسم في الدم، مش اللي انا بحسها على الجلد. طيب انا دلوقتي الطفل طلع من الميه درجه حرارته خلاص كويسه، بس وارد انه هيسخن تاني كمان شويه. ايه بقى اللي هعمله؟ في بقى ادويه لازم نبقى عندنا في البيت. يعني انا عندي لبوسه بارامول او ستال دي موجوده في البيت. خلاص. فهنبدا باول حاجه ايه؟ الستال او البارامول، ودي الادويه الامنه للطفل منذ الولاده. عشان بس ايه، قصه الادويه دي مهمه جدا، لان كل دواء بينفع طفل في سن معين، فلازم تبقوا عارفين القصه دي. يعني عندنا الستال ده الطفل اللي ينفع للطفل من ساعه ما اتولد لحد ال6 شهور فقط. بعد 6 شهور يجوز ادخل البروفين. بعد السنه يجوز ادخل الدولفين اللي هو 12 ونص مش ال 25. تمام. فدي الادويه، وطبعا كل دواء ليه جرعه، عشان برضو ايه، الستال هو الامن بس في تسمم بيحصل منه، فلازم ابقى عارف جرعه الدواء بتاعي. يعني لو عندنا الستال اللي هو النقط لازم ابقى عارف ان هو جرعته ضعف الوزن. يعني لو انا عندي طفل مثلا المفروض وزنه دلوقتي 4 كيلو، يبقى انا هدي 8 نقط كل 6 ساعات.
ده جرعة الستال، ده لحد 6 شهور. طيب البروفين اللي هو بعد 6 شهور، ايه الجرعة بتاعته؟ جرعة البروفين ان هو الوزن على 2. يعني مثلا انا عندي طفل 10 كيلو اللي هو قرب السنة، يبقى انا الجرعة بتاعتي كام؟ نص الوزن اللي هو 5 سنتي، هجيب 5 سنتي اقدم للطفل، هي دي جرعة البروفين شراب. الدولفين والبيبي ريليف والفولتارين والمادة اللي هي الديكلوفيناك دي كلها لا يفضل استخدامها الا تحت اشراف طبيب. الدواء ده قوي جدا، بس قوي جدا في اثاره الجانبية، فما ينفعش ان انا استخدمه لوحدي في البيت. انا استخدم الستال اوكي، استخدم البروفين اوكي، وبالجرعات اللي انا لسه قايلها دلوقتي. طيب في حاجات مهمة كمان لازم نعملها لو الطفل عنده سخونية. يعني ايه؟ انا عايز اخفف اللبس بتاع الطفل، ما بقاش انا هو عنده سخونيه وانا عمالي اديله في لبس وفي جواكت، هو بيترعش انا فاكره سقعان فعمالي البسه جاكيت واحط بطانيه فوقيه لو احنا في الشتاء. لا، المفروض العكس، المفروض ان انا اخفف له اللبس بالتدريج. ايه تاني؟ لو احنا في الصيف اشغل التكييف او اشغل مروحه، اخلي درجه الحراره مثلا 25 26، ادي فرصه للجسم ان هو يفقد حراره. ايه كمان؟ اخلي الطفل يشرب ميه كتير، حط ازازه الميه قدامه وهو هتلاقيه عايز يشرب اصلا، سبحان الله بيبقى عطشان يعني، فده مطلوب جدا. طيب في سؤال مهم بيجي، هل في حالات السخونيه والبرد اللبن والسمك والحاجات دي ممنوعه؟ لا، دي اشاعه، مفيش حاجه اسمها كده. طب ايه الاكلات الممنوعه في السخونيه؟ عموما مفيش حاجه معينه ممنوعه، لكن في حاجات ممنوعه لان هي بتزود الحراره. زي ايه؟ الاكلات اللي فيها شطه دي بتزود حراره الجسم. الكافيين والشاي والقهوه بيعملوا ايه؟ بيخلوا الطفل يعمل حمام كتير ويفقد سوائل كتير، وانا اصلا محتاج سوائل، يبقى كده غلط. ايه تاني؟ السكريات والمياه الغازيه، الحاجات دي بتقلل مناعه الطفل، فبرضه نبعد عنها. طبعا انا كده قلت لكم الاسعافات الاوليه اللي احنا هنعملها في البيت عشان نسعف الطفل بسرعه. تمام؟ المفروض ان احنا في اقرب فرصه هنتوجه للمستشفى او هنتوجه لدكتور علشان نرجع بقى للبند الاولاني بتاع السبب. ايه السبب اصلا وايه العلاج المطلوب؟ مفيش حاجه اسمها اصله سخن فاروح اديله مضاد حيوي، لا، مش كل سخونيه محتاجه مضاد حيوي. وحتى لو احتاجت مضاد حيوي، مش كل المضاد الحيوي لاي سخونيه، لا، كل مرض ليه مضاد حيوي مناسب بجرعه معينه، وفي الاطفال بالذات لازم تتحسب بالاله حاسبه. مفيش بقى اروح الصيدليه يديني ايه، خد الدواء ده معلقه صغيره كل 8 ساعات، ولا الدواء ده معلقه كبيره كل مش عارف. لا، الاطفال بالذات بالسرنجه بالسنتي بالاله حاسبه. خلاص، فده لازم عشان اعالج السبب بقى، لكن احنا اسعفنا السخونيه. يا رب الحلقه دي تكون مفيده ليكم وتقدر تعلمكم حاجه، واتمنى ان انتوا تدعوا لي. واخر حاجه عايزكم ممكن ان انتوا تعملوا شير عشان كل الناس تستفيد من الحلقه دي، وشكرا.